كلنا بنحب ناكل مكرونه، بنحب ناكل المكرونه ما تبقاش طريقتها تقليديه. طريقتها بتبقى سهله وبسيطه، ما بتاخدش منك اي توقيت في المطبخ. النهارده هنعمل احلى واجمل مكرونه بيتزا بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. يلا بينا نشوف خطواتنا النهارده. خطواتي سهله وبسيطه. هنعمل ايه النهارده؟ هحط قطعه زبده وحبه زيت، وعندي طبعا كميه خضار انا حطاها فيها يعني رهيب. حاطه طماطم وحاطه فلفل الوان احمر واخضر، وحاطه مشروم وحاطه توم. هننزل اول حاجه بالبسطرمه، وهنزل على البسطرمه بالمشروم، هديهم تقليبه. وكمان انا هنزل عليهم كمان بالبصل. كل دول هديهم تقليبه كده حلوه، وهستنى لما يعني يتشوحوا كده مع بعض. وكمان هحط التوم يتشوحوا كده تشويحه حلوه مع بعض. انا عايزه اقولك ان الطريقه دي من اجمل المكرونات اللي بتعمليها، وبتبقى سهله وموفره، لان الحاجات دي موجوده في البيوت كلها. لو بتبقى سهله، اللي هي ايه، عندك فلفل احمر، عندك فلفل اخضر، ممكن بلاش فلفل احمر او اخضر، ممكن تحط فلفل اخضر. وعندك الطماطم، مكوناتها سهلة جدا وطريقة جديدة، بتبقى طعمها مختلف خالص خالص في المكرونة. وكمان في حلة واحدة هنسيب كل دول يستووا كده مع بعض. انا بحب اديهم التشويحة الحلوة دي. بعدين هنزل بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والطماطم. انا كل ده مستعمله له كيس مكرونه. متخيلين كميه كيس مكرونه واحد مع الفلفل والحاجات اللي احنا حاطينها دي كلها؟ بتطلع طبق كبير كده، يعني يكفي 6 افراد. تمام، بكيس مكرونه واحد. يعني متخيله الكميه؟ كميه كبيره. هنسيب بقى كل ده برضو ياخد تشويحه حلوه. وهنزل بحبه زيتون. انا المشكله بيبقى الزيتون فيه حدوقيه كده، لو الزيتون بتاعك مش حادق فخلاص انزلي ايه بكميه الزيتون اللي انت عايزاها. ممكن تحطي مكرونه اللي هي الخواتم، او تحطي مكرونه اقلام. الاتنين بيطلعوا النتيجه مبهره بصراحه. هنقلب كله مع بعضه كده. وبعدين هنزل بالميه. ممكن تحطي ميه مغليه، ممكن تحطي ميه عاديه. الدنيا سهله، المكرونه دي يعني مش الطريقه دي سهله جدا جدا. حطيت الميه، بس انا غطيتها كلها يعني ما تبقاش فيها واحده باينه. ليه؟ لان كله في بعضه، ولازم كل المقادير دي تستوي سويه. السويه بتاعها مختلف، اللي انت رايحه جايه تقلبيها بحيث اللي هي ما تلزقش في الحله. بس كده. انا نزلت بالميه، وهحط كمان معايا من 3 ل 4 معالق صلصه. عايزه تستغني عن الصلصه وتحطي بدلها عصير طماطم، يبقى بلاش بقى الميه، وتحطي طماطم اللي هو عصير الطماطم. بس كده. لو انت حابه تستعملي الصلصه زيي براحتك، مفيش اي مشكله. انا حطيت من 4 ل 3 معالق صلصه. فضلت اقلب كده اهو زي ما انتوا شايفين. انا بحبها تبقى حمرا قوي كده، يعني تبقى اللون الصلصة فيها باين. بتديني برضو طعم حلو، يعني تيست بيبقى حلو جدا جدا في المكرونة. ما تبقاش اللي هي لونها ابيض. نزلت بقى بحبة فلفل وحبة ملح وحبة شطة. وبس كده. شايفين الطريقة سهلة قوي ازاي؟ والله والله والله، انا لما بحب اعمل اكلة بسرعة واكلة حلوة، بتبقى المكرونة البيتزا دي قد ايه طريقتها جميلة. انا هسيبها تستوى. وانا قلت لكم زي ما انا قلت لكم طريقه سويها، اللي انت هتروحي وتيجي تقلبيها لحد لما تطلع لك النتيجه التحفه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين عامله ازاي؟ مفيش ولا واحده فيها لازقه ولا باظت، لا. اهم حاجه تروحي وتيجي تقلبيها. دلوقتي انا هحط الموتزاريلا بقى بتاعتي على الوش. لو انت عايزه تاكليها كده من الحله مفيش اي مشكله تاكليها. شوفي السهوله سهله خالص ازاي. هتاكليها كده مفيش مشكله. عايزه تحطي عليها موتزاريلا زي ما انا عملت كده وتحطيها في الفرن، مفيش برضو مشكله. طريقتها سهله وبسيطه. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، يلا بقى يا حلوين، اعملوا لي لايك وشير وشجعوني كده. شجعوني كده باللايكات الحلوة. وجربوا طريقتي. والله والله بتطلع وهمية. شايفين عاملة ازاي؟ قد ايه النتيجة بجد بجد حلوة جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هان. مع السلامة.